تخيل كده تبقى قاعد في بيتك لوحدك والدنيا هادية، وفجأة تحس بخطوات بتقرب منك. تحس إن في حد بيبص عليك من ورا الحيطة. تحس إنك مش لوحدك خالص أصلا، رغم إنك قافل بابك عليك بالمفتاح. الكلام ده مش مشهد في فيلم رعب، لأ، الكلام ده حصل بجد في شقة صغيرة في عزبة الهجانة بالقاهرة. شقة بقت مشهورة بين الناس هناك، مش عشان فخمة لأ، ولا عشان سعرها رخيص، علشان مسكونة، ومسكونة بطريقة مش طبيعية خالص. الموضوع بدأ ازاي؟ انا هقولك دلوقتي. سنة 2008 تقريبا، واحد اسمه عم سعيد، راجل بسيط، اشترى شقة في دور تالت هناك. الناس وقتها كانت بتحذر بعض: خليك بعيد عن الشقة دي حصل فيها بلاوي قبل كده. بس الراجل قالك كلام ستات، وانا مش مؤمن بالحاجات دي خالص. المهم عم سعيد استلم الشقة ونقل عفشه، ومن اول ليلة الرعب بدأ يلعب معاه. بيقولك وهو نايم حاسس ان في حد بيشد الغطا من عليه. صحي مفزوع، مفيش حاجة. بص ناحية الباب، لقى خيال اسود واقف. خيال واضح، ده مش وهم ومش نوم ومش هلوسة اصلا. بيقولك كنت حاسس ان في عيون بتراقبني طول الليل، مش قادر انام. تاني يوم حاول يقنع نفسه انه كان بيتخيل، وان هو مش مؤمن اصلا بالحاجات دي. بس اللي حصل بعدها خلاه يتأكد ان المكان ده مش طبيعي. الأنوار كانت بتفتح لوحدها وبتقفل برضه لوحدها. صوت جري في الصالة، خبط على الحيطة، وأبواب بتتفتح وتتقفل وهي مقفولة بالمفتاح أصلا. وفي ليلة سمع صوت واحدة ست بتعيط جوه المطبخ. فتح النور، مفيش حد أصلا. دخل المطبخ لقى متبهدل كله، كأن في حد قاعد يقلبه. ومع ذلك باب الشقة مقفول، ومفيش حد لا دخل ولا خرج. الراجل وقتها راح للشيخ بتاع المسجد القريب منه وقال له الحقني، في حاجة غلط في الشقة بتحصل. الشيخ جه معاه. أول ما دخلوا الشقة الشيخ وقف وقال له اقفل الشقة وما تقعدش فيها، المكان ده مش نضيف. بعدها ساب الراجل الشقة وهرب منها، ساب كل حاجة وراه، العفش وكل حاجة يعتبر. طب ايه اللي خلى الشقة دي تبقى مسكونة؟ في حكاية مشهورة بين الناس هناك، بيقولوا انه زمان قبل ما تتبني العزبة اصلا الارض دي كانت مدفن قديم مهجور. وفي كلام بيقول ان الشقة دي اتبنت فوق مقبرة والجن كان بيحرسها. الكلام كتير، وانتوا عارفين اصلا ان الكلام بيبقى كتير. طب ايه اللي حصل بعدها؟ كل ما حد يحاول يدخل الشقة بيحصل له مصيبة. شاب حاول يسكن فيها، في اول اسبوع امه ماتت، وبعدها بشهر مات هو كمان في حادث غريب وهو رايح الشغل. واحدة ست كانت بتكنس السلم قررت تفتح الشقة وتشوف في ايه. انتوا عارفين بقى الفضول، حكت قدام الناس انها شافت جثة ست متعلقة في السقف. بس لما نادوا الناس مفيش اي حاجة اصلا. وخلوني اقول لكم اراء الناس اللي ساكنين حوالين الشقة بيقولوا ايه. عم عادل بواب العمارة بيقول انا بغير مساري لما اعدي قدام الشقة، ريحة غريبة بتطلع منها كأنها قبر مفتوح. ومدام فاطمة ساكنة تحت الشقة بتقول طول الليل بسمع صوت جري وعيال بتضحك رغم ان الشقة فاضية اصلا. وشاب من المنطقة بيقول مرة حلفت ادخل اصور جوه، اول ما دخلت حسيت اني مخنوق وسمعت كلمة تطلع بره بصوت غليظ. جريت وعمري ما رجعت الناحية دي تاني، ولا فكرت اصلا نعمل كده تاني مرة. والغريب ان الكهرباء مقطوعة عن الشقة من سنين، ومع ذلك كل يومين تلاتة الجيران يشوفوا نور الشقة منور. واكتر قصة مشهورة عنها شهود عيان بيقول انهم في يوم شافوا نار طالعة من الشبابيك واتصلوا بالمطافي. المطافي اول ما جت لقوا الشقة سليمة، ولا في نار ولا في اي اثر اصلا. دلوقتي بقى الشقة مقفولة، بس المفاتيح بتظهر فجأة عند ناس ساكنة في العمارة.
مرة جار لقى مفتاح الشقة فوق باب شقته، ومرة تانية لقوه مرمي قدام باب الجامع. الشقة دي موجودة في عزبة الهجانة، شارع جانبي متفرع من شارع الشركات. كل سكان العمارة متفقين إنها شقة مرعبة ومفيش حد قادر يقعد فيها. قصتها لحد النهاردة محيرة ومحدش فاهم سرها الحقيقي. لو بتحب الرعب الحقيقي اللي بيوقف الدم في عروقك، يبقى لازم تشوف باقي قصصنا الجاية. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وخليك جاهز للكوابيس اللي هنعيشها سوا. كان معكم مصطفى، سلام.